السلام عليكم أحبابي، كيف أنتم؟ كيف أشكالكم؟ عدنا لكم حلقة القد هكذا. نعم، نأخذ الاتصال الأول ونقول ألو. السلام عليكم يا شيخ. نعم يا شيخ، أنا هاي الفترة تعبان وأحس صراحة يا شيخ إن الصدر ضايق يا شيخ. صراحة الصلاة تثاقلها، ما أدري يجوز أجلها يا شيخ ولا ما أصليها ولا لا تصلي. ما أصلي يا شيخ. لا تصلي. ما أصليها. لا تصلي، خذها من هنا. لا تصلي. كثر الله من أمثالك يا على شيخ. ماذا نحن آيات الله وطقعات الشياطين؟ على ماذا؟ كثر الله من أمثالك يا شيخ. أحبابي، إن هذا الإنسان البسيط أيها المتصل، لا تنسى تحول لنا من الخمس يا شيخ. نعم، من الخمس، وإن كان هناك صدقات أخرى خمس بالوصايا يا شيخ، انت عمري. نعم، نعود لكم أحبابي، نقول لكم لا تصلي. لا تصلي إن كنت تعبانا أو مريض أو لا تشتهي. لا تصلي، خذها من عندي. لا تصلي، خذها مني. لا تصلي. العلماء قالوا أن الصلاة غذاء الروح، كما أن الأكل غذاء للبطن. نعم، والجسد. فإذا كنت مريضا ولا تشتهي الأكل وأكلته غصب عن أنفك وخشمك وباطك، سوف تمرض. كذلك الصلاة، صليت يا مال العيطي وأنت مكره عليها سوف تضرك. وهذه الصلاة صلاة شيطانية. لا تصلي أسبوع، شهر لا تصلي، وعندما تكون رائقا وغزالتك صلي حينها. كيف أنا معكم؟ نأخذ الفتوى من أبو لؤلؤة المجوسي. قال هذا أحمد المهدي. سلام عليكم. لما تشتاق للصلاة صلي، إذا ما تشتاق أسبوع ما مشتاق للصلاة لا تصلي. وأنا أدعو أنه لا تصلي شهر، لا تصلي، لأن هاي الصلاة اللي تصليها هاي صلاة مضرة وشيطانية، اللي صلاة عن خوف والصلاة عن كراهية. إنسان الصلاة مثل غذاء للروح، مثل الطعام غذاء للبدن. إذا أطباء جميعا يقول لك ما تشتهي لا تأكل، مضرك.